شوف، في البيزنس وفي الحياه قرار الصح دايما بيبدا من دراسه الاحتياج. ولما تسالني اختار فلتر ميه ازاي، هقول لك انها حسبه بسيطه بتعتمد على كام نقطه. اختيار الفلتر بيعتمد على المنطقه اللي انت قاعد فيها، لان في اماكن بيبقى المشكله الاساسيه بتاعتها شوائب وروائح في الميه. في الحاله دي احنا بنعتمد فلتريشن عادي. لكن انت لو عندك المنطقه بتاعتك الميه اللي فيها الاملاح بتاعتها مش مظبوطه او عاليه، بنحتاج فلتر ار او. ده الفلتر ار او ده بيبدا عندي من 5 مراحل و6 مراحل و7 مراحل، بنوصل فيه لدرجه الامان بتاعتك في حمايه الميه. ثانيا، بالنسبه للمساحه والشكل العام بالنسبه للفلتر، ده حسب المساحه اللي موجوده عندك في المطبخ. لو انت محتاج فلتر تعليق عادي موجود، في عندنا البوكس شكله ديكوره حلو، ممكن يتحط كشكل مناسب بالنسبه للديكور بتاعك. ده مناسب وده مناسب حسب الاختيار ويرجع لك انت فيه. احنا في اكوا تورك بعد دراسه السوق واحتياجات العملاء وفرنا لك جميع السبل المتاحه وكذا اختيار حسب احتياجاتك وميزانيتك، فايا كان اختيارك هتلاقيه موجود.